ستتعرفون في هذا الفيديو على برنامج الجولة الأولى من البطولة الجزائرية 2023-2024، موعد الجولة والقنوات الناقلة لها. لكن قبل أن نبدأ من فضلك لا تبخل علينا، اشترك في القناة وضع إعجاب بالفيديو لأننا سنكون معك طوال هذا الموسم. إذن أول مباراة من الجولة الأولى للدور الجزائري هي بين اتحاد خنشلة ووفاق سطيف، تلعب يوم الجمعة 15 من سبتمبر على الساعة 4. للتذكير ستتعرفون على المباريات المتلفزة في آخر الفيديو، فمن فضلك ابقى معنا. والآن لنكمل البرنامج. المباراة الثانية من هذه الجولة بين مولودية البيض وشباب قسنطينة، تلعب يوم الجمعة على الساعة 4. أما المباراة الثالثة فهي بين أولمبي شلف ومولودية وهران، تلعب يوم الجمعة على الساعة 7. والآن ننتقل إلى المباراة الرابعة من الجولة الأولى بين نجم مقرة وشبيبة القبائل، تلعب المباراة يوم السبت على الساعة 4. أما اللقاء الخامس من هذه الجولة فيستقبل فيها مولودية الجزائر الوافد الجديد نجم بن عكنون. المباراة تلعب يوم السبت على الساعة 4. يلعب اللقاء بدون حضور الجماهير. أما المباراة السادسة من الجولة الأولى فهي بين شبيبة الثورة التي تستقبل اتحاد بسكرة يوم الأحد 17 من سبتمبر على الساعة 8. ويبقى لقاءين مؤجلين عن الجولة الأولى، هما لقاء اتحاد العاصمة ضد نادي بارادو، أجل إلى يوم 27 من سبتمبر، ولقاء اتحاد وادي السوف ضد شباب الوزداد أجل إلى يوم 4 من أكتوبر. والآن ننتقل إلى المباريات المتلفزة عن هذه الجولة الأولى للبطولة الجزائرية 2023-2024. إذن المباراة الأولى المتلفزة هي مباراة اتحاد خنشلة أمام وفاق سطيف. المباراة ستكون منقولة على القناة الأرضية الجزائرية والقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية. والمباراة الثانية هي مولودية البيض أمام شباب قسنطينة. اللقاء سيكون منقولا على القناة الثانية كانال الجيري. أما المباراة الثالثة المتلفزة فهي مباراة أولمبي شلف ضد مولودية وهران. ستكون المباراة منقولة على القناة السادسة الشبابية. ولدينا اللقاء الأخير المتلفز هي مواجهة مولودية الجزائر ضد الصاعد الجديد للمحترف الأول نجم بن عكنون. اللقاء سيكون منقولا على القناة الأرضية الجزائرية والقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية. نشكركم على مشاهدة الفيديو للأخير. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.